كريم ما كانش جبان، كريم كان مرعوب. بس تبدأ حكايتنا النهارده بكريم. كريم كان مرعوب من الامتحانات قربت، وهو مرعوب يفتح كتاب، بيفتحش كتب، بيكون ملجلج ولا بيعمل أي حاجة. فضل كده لحد شهر 2. جه كريم بعد شهر 2 يجي يمسك كتاب، يحس كده لو هم متخاصمين، انا متخاصم معاك، انا متخاصم، مش عامل صالح، ماليش دعوه. المهم كريم ما فتحش كتاب، نام. كريم قام، بعد ما قام لقى نفسه في اللجنه ومحدش راضي يغششه، وهو قاعد ولا عارف يحل، وكل ما يحاول يحل سؤال يلاقي الورقه لسه طويله، الوقت بيعدي، مش عارف يعمل ايه، ملجلج ومخنوق. وكان خلاص المراقب جاي ياخد الورقه منه وماشي، فهو جه ماشي اتخانق معاه وحصل خناقه، وكان لسه هيعمل، لقى نفسه واقف قدام مرايه. وهو واقف قدام المرايه لقى الشخص التاني اللي في المرايه، اللي هو نفسه، يعني اللي هو نفسه، قال له انت خواف، والخوف مش منك، الخوف اللي بره اللي مسيطر عليك، ما تبقاش جبان، مش هيحصل حاجه يعني، ابدأ وخش وما تخافش، سيبها على ربنا، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأيضا افضل قول وما توفيقي إلا بالله، كل حاجة بكرم ربنا مش بإيدينا، فما تخافش. كريم كان بيحلم، صحي من النوم مفزوع، الواد اترعب، ايه ده؟ اللي انا شفته ده؟ انا مش هستنى يحصل كده. كريم قام دخل فتح الكتاب، ولكن المرة دي ما كانش بعشوائية، فتح نظم وقته، نظم دنيته، ما بقاش يسيب فرد غير مع الأذكار، وكمان بقى يذاكر لحد ما خلاص قرب يجيب آخره ويقف ويقعد شوية بعديها يكمل. كان مراكم كتير وكل حاجة، وكان لسه ما بدأش، ولكن كان عنده يقين جواه إن وما توفيقي إلا بالله. فما تخافش، ما تكونش مرعوب، كل حاجة انت تقدر عليها، وكمان وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، كل اللي عليك تسعى، لعل انت تبدأ دلوقتي وتحقق حلمك زي ما كريم حقق حلمه ودخل الكلية اللي هو عايزها بسبب كرم ربنا ليه، وإنه الحمد لله فاق بدري. ولو عجبتكم القصة وعجبكم مشاهدي، ما تنسوش إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، سلام.